هنعمل بقى النهارده القرص الطريه المبسوسه المورقه الدايبه دوب اللي مش محتاجه غير كوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن. اول حاجه هنبدا بيها، اول حاجه نسمي بالله الاول، وبعد كده نبدا نحط كده حله على النار، واحط كمان فيها كوبايه من السمنه. اول ما تبدا اللي هي تسيح هنزل عليهم بربع كوبايه كده من الزبده الصفراء، اي نوع انت تفضليه. ونبدا في الحله دي نروح موطين بقى خالص النار، وننزل عليهم معلقه كبيره كده من الزبده البلدي اللي كانت متسيحه، بتدي طعم حلو قوي كانك انت عاملاها بزبده بلدي صافي. لو هي مش متسيحه تبداي تحطيها هي الاول. تقدري كمان تعملي بسمنه بس الزبده بتديها طراوه حلوه قوي للقرص دي. حطيت بقى كيلو كده من دي، مسكته نخلته، وحط كمان معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من السمسم، وحط كمان كيس خميره او معلقه كبيره من الخميره لو حد عنده العلب، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه بسيطه قوي من الملح. وباكد تاني نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، مش الكيس كله، عشان الحاجات دي بتفرق قوي، ممكن تبوظ معاكي العجينه خالص. اديتهم بقى ضربه بسيطه قوي في العجان كده يدخل فيهم هوا. وبعد كده بدات ان اضيف عليهم كوبايتين ونص من السمنه اللي احنا سيحناها، عايرتهم في الكوبايات المعياريه اللي زي ما انتم شايفين كده. والسمنه تكون دافيه، تكون زي دمعه العين كده بالظبط. تحطي ايديكي تقدري تستحمليها، ما تكونش سخنه. الكوبايه الكبيره اللي بعاير بيها 250 مللي، والنص كوبايه 125 مللي. الكوبايه اللي تشتغلي بيها اللي هي كوبايه الشاي المتعارف عليها، ما تكونش صغيره قوي. بدات ان بقى احطهم كده في العجين، واول يا دوبك ما الدقيق كده اتشرب خلاص السمنه، اروح قافله على طول عشان مش عايزه عجن كتير خالص. واحط كمان كوبايه ونص من اللبن اللي انا سبته اللي انا خليته يبقى قاطع. عملت ايه؟ حطيت له معلقه كبيره من الخل، خلاص بقى قاطع معاكي. لو انت طبعا عندك لبن قاطع هتبقى حلو قوي. طب انا ليه عايزاه لبن قاطع؟ عشان بيخليه العجينه تكون طريه وحلوه قوي معايا بقى كده. زي ما انتوا شفتوا بعد ما خلاص اديتها ضربه بسيطه قوي بردك مع اللبن كده واتشربته، هحط نص علبه قشطه. بتديها يا جماعه طعم حلو قوي قوي، بتديها بردك زي ما بقولك كده طراوه حلوه قوي للعجينه. بصي العجينه ما شاء الله عامله زي الملبن، مش محتاجه اي حاجه خالص. ولو مشيتي على المقادير دي هتطلع معاكي احلى قرص انت ممكن تكوني دقتيها. هنسيبها بقى على جنب بس لحد ما ادعك بس العجوه بتاعتي. لكل كيلو من القرص بتحتاج ربع كيلو من العجوه، لو انت عايزه عجوه يعني. حطيت لها بقى كده معلقه كبيره من الزبده، بدات ان ادعكها وتكون معاكي طريه، وكورتها بقى. ونبدا بقى اللي احنا نشتغل بيها، ناخد بقى كده قطعه من العجينه زي على حسب ما انت عايزه، كبيره صغيره الحجم ده بتاعك. وبدات ان اخد بردك كوره كده من العجوه، هبدا بقى ان اقفل عليها كده العجينه، وابدا ان اكورها بين ايديا عشان تطلع احلى قرصه من بين ايديك ان شاء الله. معايا بقى كده زي ما انتم شايفين، زي ما بقولك كده الحجم ده بتاعك كبير صغير بتاعك. هكمل بقى الكميه زي ما انتم شايفين كده. او بعد ما اخلصها هتبداي ان انت تغطيها عشان وشها ما ينشفش، وتسيبيها بقى تخمر لمده بقى ساعتين ساعه على حسب بقى درجه الحراره اللي عندك. وبعد كده بعد ما تخمر نبدا ان احنا نغرزها كده بالشوكه او بالسكينه فتحتين كده عشان خاطر ما تنفخش معاكي في الفرن. ندخلها بقى على فرن درجه حراره 220 على الرف اللي في النص. هتقعد معاكي نص ساعه او تلت ساعه على حسب درجه حراره الفرن بتاعتك، وتطلع معاكي ما شاء الله. شوفوا لونها جميل ازاي، وتكون قرص طريه مبسوطه. متنسوش بقى تحطوا اللايك.